السلام عليكم. أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم الصحابي الجليل كعب بن زهير، وكان مشركا آنذاك، ولكنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة، وكان متخفيا مسلما ومعتذرا، فقال له قصيدته الشهيرة والتي سميت بالبردة بعد أن أتمها، فأهداه النبي صلى الله عليه وسلم بردته كأمان أو نوع من الأمان، وقال فيها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. وقد كتب هذه القصيدة على نسق اعتذاريات النابغة الذبياني، وحين دخل في صلب القصيدة واعتذاره للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو أقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. وجاء بعده الإمام البصيري ببردة جميلة جدا يقول فيها: أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلتي بدم، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إظمي، فما لعينيك إن قلت اكففا همتا، وما لقلبك إن قلت استفق، يهمي لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، ولا أرقت لذكر البان والعلم. هذه هي المقدمة الغزلية الطللية التي بدأ بها الإمام البصيري، ثم دخل في صلب مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد غلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيها: دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم.